عمي اتجننت يا واد؟ وليه ما تقولش اني عقلت وشلت الغمامه اللي على عيني؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ ريح قلبي، ريح قلبي ورد على سؤالي. طبعا عمك اخو ابوك من دمه ومن لحمه. قلبك ارتاح دلوقتي؟ امال ليه ما حسسش انك عمي؟ انا عملت ايه فيك عاد عشان تقول كده؟ دي جزاتي يا محروس، ان اديتك ارضك من ورث ابوك عشان تزرع فيها على كيفك. صح، بزرع فيها على كيفي، بس انت بتجي في اخر الموسم وتلم المحصول كله وتبيعه وتحط فلوسه في جيبك عشان خايف من ولاد الحرام يضحكوا عليك ويميلوا دماغك وياخدوا القرشينات. وبعدين انا بدي امك شهريه تصرف عليكم مني. انا مش عيل صغير عشان تخاف عليا يا صادق بيه. انا راجل واعرف مصلحتي زين. انت لساك صغير وانا اعرف مصلحتك اكتر منك. وما تسمعش حكمة دي شيطان. وانا عرفت انك كنت حداها النهارده، واكيد هي اللي ميلت دماغك. قال يا فرعون يا فرعنك، قال ما لقيتش حد يصدني. وايه لازمته الكلام ده واحنا على الاكل؟ من عمايل منير اخوك فيكم. الله، ولا رايك يا ابو ناصر؟ ربنا يهديه ويهدينا جميعا. ده ربنا هدى الناس كلها. هتيجي الحاج عنده هو وتقف تستنى بعيد عنك. يا ساتر يا رب، هو انت ما عندكش كلمه عدله ابدا تقولها؟ حق عليا، حق عليا اللي انا بنصحكم واقول لكم طريقكم، ده انا حتى بهدي النفوس. يا اخويا ده انت بتشعلل فيها جاز وعايز تولعها فينا. عاجبك كده يا ميزو؟ حقك عليا ما تزعلش، اسكتي يا منيره. اديني اسكت يا معتز ما اشوف اخرتها. اخرتها يا احمد منير هتسلك كل اللي وراكم قدامكم، بكره تقولوا السنه دي ايه؟ يا باي عليك، ده احنا مش هنخلص من السيره دي والله لا انا قايمه. استني يا منيره رايحه فين؟ خليكي قاعده. اقعدي يا منيره، العيال قاعده. هخش المطبخ. احسن برضه، عملت طيب، ده حتى بيقولوا راحه الجسم قله الطعام. اخويا بقول لك ايه يا منيره؟ هاتي معاكي ده القانون اللي باخده نص الاكل. اكل؟ هو فين الاكل ده يا اخويا؟ ما انت خلصت على الاكل. خير يا دكتور طمنا. الحمد لله جت سليمه، ماما بقت زي الفل، ما تقلقوش عليها. امال اللي حصل ده من ايه يا دكتور؟ السكر كان عالي عندها شويه، من الواضح انها لخبطت شويه في الاكل ومش منتظمه على العلاج. خلي عينيك عليها يا اولاد. ربنا يخليك يا دكتور، متشكرين، كتر خيرك. تحت امرك يا استاذ. بامر الله، ربنا يخليك. خلي عينك على امك لغايه ما اوصل الدكتور. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام الا على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. ما تقعديش بقى تقلين عليكي كل شويه، الواحد مش حامل الخضات دي. حاضر. انا مش قايل لك امك تاخد الدواء في مواعيده؟ اهدى عشان امك تعبانه. مش المفروض تتعب يا محمد؟ جرايه يا حسام، هو بس من ساعه ما شاهين ده اتجوزت ومحدش بيتابع معاها. يعني شاهين ده اتجوزت امك تروح مننا؟ انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه؟ مش قادر تاخد بالك منها؟ قول لي وانا قاعد جنبها. انت مش شايف انك عصبي زياده حبتين؟ زياده؟ حياه امك قدامها كلمه زياده؟ مش قصدي، بس انت مكبر الموضوع يا حسام. لان الموضوع كبير، انت اللي عيل صغير ومش قد المسؤوليه، فالح بس تدور وتتصربح في النوادي والهبل بتاعك ده. خلاص يا حسام، ما تكبرش الموضوع يا حبيبي. انا قدامك حلو زي الفل اهو. انا اسفه ان انا عليت صوتي وانت موجوده. معلش يا حبيبي، انا مقدره والله. حسام يا فندم، تعالى صالح اخوك. خلاص يا ماما مفيش حاجه.